تصدق إن في فاكهة سعر الكيلو منها يوصل ل 800 جنيه وبتتزرع جوه مصر؟ القصة دي بطلها مهندس زراعي من محافظة الشرقية اسمه محمد عطية. اتربى في بيت بيعشق الزراعة. أبوه وجده عمرهم ما عرفوا غير الأرض وزراعة الفاكهة، لكنه قرر يكمل المشوار بشكل مختلف ويكسر القاعدة. محمد عطية فكر يزرع فواكه استوائية جوه الصوب الزراعية، وبدأ يجرب بذور أصناف نادرة لحد ما نجح ووسع التجربة ودخل محاصيل كتير نجحت زراعتها في مصر. من أغرب وأنجح التجارب اللي عملها زراعة الليمون الكافيار، وهو نوع استرالي المنشأ دخل مصر في صورة شتلات عن طريق أصدقاء ليه، وزرع أكتر من شتلة لحد ما الشجر أثمر بأجود الأنواع. الليمون الكافيار قيمته الغذائية عالية جدا وبتعادل 20 ضعف الليمون العادي، وليه 5 ألوان مختلفة: الأخضر والأسمر والأحمر والموف والبنك، وبيظهر أكتر من مرة في السنة، من مرة لمرتين. الشجرة الواحدة في أول سنة إنتاجها يوصل لنص كيلو، والفدان ممكن يدي حوالي 350 كيلو في السنة. والمفاجأة إن سعر الكيلو جوه مصر بيوصل ل 800 جنيه، وده مخليه محصول قليل الكمية لكنه عالي القيمة ومربح جدا. عشان كده محمد عطية بيناشد أصحاب المزارع اللي بيشتغلوا بنظام الصوب الزراعية إنهم يدخلوا المحصول ده ضمن خططهم، لأنه فرصة استثمار حقيقية وقصة نجاح بتأكد إن الابتكار في الزراعة ممكن يحول الأرض العادية لمشروع مربح جدا.